الست عاشت أكثر من حياة. سمعتوا عن التقمص؟ مرحبا بيتنا، أنا فوزية مداح صفدي من مسجد شمس. أنا متقمصة من جيل لجيل. بالجيل الماضي أنا الست نظيرة جنبلاط، أم كمال جنبلاط. قلوبي مع الجيش، قلبي منيح 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 منيح. تسمعي بوليد جنبلاط؟ طبعاً طبعاً. هو بكون حفيدي. بس نقعد تخرفنا كل التفاصيل. ايه انا خلقت ال 500 متر هودي. خلقت كبرت تجوزت بالصدفه يعني. ما بعدتش كثير. عندي هون صوره مميزه، هي صوره المرحوم كمال جربلاط اللي بيكون ابني بالجيل الماضي. بيو لوليد اليوم اللي صار المسؤول الكبير من الكبار الدروز بلبنان. ليش مهم لك كل شيء تقدميه يكون من صنع ايدك، من الصفر للضيوف اللي بيجوا عندك؟ لو بدهم شغل ايدي بيروحوا على المطعم، بس اللي بدهم فوزيه وبدهم القعده هون والمحل وهالطاوله وبدهم اكل من ايدي. نحن دروز، نحن بنآمن بالتقمص. واحد بيموت واحد بيولد. انا ولدت بمسجد شمس سنه ال 51، الوقت اللي توفت فيه ست نظيره جنبلاط، هذيك صورتها. انا قاعده حد امي كل الوقت، عم تعيط لي فوزيه، ما رديتش. فوزيه، قلت لها ليش عم تعيطي لي فوزيه؟ انا صغيره بنت 3 سنينك. قال ليش شو صار يا امي شو بكي؟ قلت لها انا ست نظيره. امي مش سامعه يا حرام، مش سامعه يعني، لا بست نظيره ولا بكمال جنبلاط ولا عن حدا، بس بنآمن نحن بالتقمص. شايفه؟ ثاني يوم قلت لها امي هي بيتكم مش حلو وانا عندي قصر كبير عندي هيك. ثالث يوم كانت اصعب سؤال، قلت لها امي بدي اولادي. ما خطرش ببالها انه تقمص؟ لا، ما اني طفله وعم بحكي هيك. استنى لحتى اجى بي من الشغل، قال كيف فوزيه مدلعني كثير كل الوقت منيحه، بس لها 3 ايام هي قلبت لي مخي. قالت له اولت امبارح بتقول مش اسمها، امبارح بتقول مش بيتها، هسه اليوم عم بتقول لي عندها اولاد، شو بدي اعمل؟ قال لها نحن دروز، نحن بنآمن بالتقمص، بلكي هالبنت عم تحكي صحيح. قال لي شو؟ قلت له يا بي انا بدي اروح بدي اولادي، حياتك بس خذني على المختاره، على المختاره يعني عارفه لوين؟ كان في عمال بيروحوا يشتغلوا بلبنان. قال لهم بتروحوا لي بخصوصي على المختاره وبتسالوا لي امتى توفت نظيره جنبلاط، شو ضل وراها اولاد، شو هيك في هيك. راحوا لهونيك ورجعوا قالوا له عمي سلمان هي صادقه عم تحكي صحيح. قال لي خلاص بوعدك باقرب فرصه بدي ياخذك، بس لحد هسه ما مع الاسف. بس عندي نغصه انه لو اخر يوم بحياتي اخر ساعه اوصل للمختاره للقصر تبعي، فتح عيوني فيه وارجع اموت مش مهم. وان شاء الله يا رب. بس حقق املي. هاتي طبخت لكم من كل قلبي، بديش توفروا. لا حاكل كل شيء دونت وري. يلا. شو بتاخذي ردود فعل لما تحكي للناس انك انت مرقتي تقمص وهيك؟ بحس انهم عم بيصغوا لي. حلو. هاي انا عم بصغر الاخر. وحاسين فيي. احنا بنآمن انه باللحظه بالدقيقه بتروح على الطفل انولد. احنا مشان هيك ما رحش نزور الميت. نحن بنآمن نحن اذا بدنا نضل نزور ميتنا ونضل نفكر فيه، نحن بنخلقه عند اهله اللي خلق عندهم. شايفه؟ نحن بنآمن بالروح مش بالجسد. بتحبوا تتعرفوا على كمان شخصيات مميزه؟ اذا بنلتقي ببيتنا.